هل ممكن الموظف يتفصل من شغله كده فجأة من غير أي إنذار؟ خلينا أشرح لك القانون بيقول إيه. القانون المصري بيحمي الموظف ومفيش فصل كده من دماغ صاحب الشغل، لكن في نفس الوقت القانون بيدي صاحب العمل الحق إن هو يفصل العامل من غير إنذار، بس الكلام ده طبعا في حالات معينة. إيه هي الحالات المعينة دي؟ من أهم الحالات دي وهي لو العامل ارتكب غلط جسيم، زي إنه مثلا يغيب أكتر من 10 أيام متقطعين أو 5 أيام متواصلين بس من غير أي سبب. تاني حاجة إن هو يتعدى على صاحب العمل أو زميله. تالت حاجة إن هو يسرب أسرار الشغل. رابع حاجة والأخيرة إن هو يبوظ عمدا أدوات من أدوات العمل. لكن غير كده الفصل لازم يكون بإنذار مسبق. طب مدة الإنذار ده بتبقى قد إيه؟ بتبقى شهرين لو العامل شغال بقاله أكتر من سنة، وشهر واحد لو العامل شغال بقاله أقل من سنة. يعني باختصار الفصل من غير إنذار ليه شروط محددة، ولو اتفصلت ظلم تقدر ترفع دعوى فصل تعسفي وتحصل على تعويض. فانت كعامل خليك فاهم حقك عشان محدش يقدر يضحك عليك. ولو عايز تعرف امتى الفصل يعتبر تعسفي وازاي تثبت حقك، اعمل لايك وفولو عشان اشرح لك في الفيديو الجاي. سلام.